السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا رجعت معاكم تاني عشان فاضل يومين على رمضان. بعد بكرة ان شاء الله السحور بإذن الله. أول حاجة بعملها طبعا أنا في تجهيزات كتير عملتها عشان رمضان، بس أهم حاجة دلوقتي الزبادي هعمله من النهاردة عشان بكرة ان شاء الله أول سحور بإذن الله. وأنا بحب أعمله في البيت، عملته معاكم السنة اللي فاتت وبكرره تاني اهو. دلوقتي انا معايا كيلو لبن غليته سقعته في التلاجة، ومعايا علبة زبادي هاخد منها نصها يعني معلقة كبيرة كخميرة يعني لها. دلوقتي انا اول حاجة هعملها اشيل الوش بتاع اللبن عشان انا ما يبقاش دسم يعني و... وادفيه على النار شوية واجيلكوا تاني. دلوقتي يا حبايبي انا دفيت اللبن، وطبعا البوتاجاز بتاعي دفيته 10 دقايق. المعلقتين الزبادي، معلقة الزبادي الكبيرة ضربتها في شوية في الخلاط مع شوية لبن، هحطهم عليها كده كده عشان تضمني ان هي كلها اتدوبت. قلبي كده بقى عشان الخميرة هتبقى فيها كلها. طبعا انا السنة دي بقى جبت علب من بره اهي عشان ايه يرضوا ياكلوا الزبادي بتاع البيت. وهبتدي اعبي بقى فيها كده، كل واحد على حسب المقدار العلبة اللي هو ايه كفيه. افضل اعبيها لغاية ما اخلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، تبقى كمية مناسبة. واقول لهم ان انا شارياها من بره، خدعة يعني. كله لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي كلها، وبعدين هدخلها احطها في صينية وادخلها. طبعا الفرن بتاعي ده دفيته 10 دقايق كده. دلوقتي هو جاهز، هنشوف هتطلع كام علبة. الكيلو هيعمل معايا كام علبة؟ انا الطواجن كان بيعمل معايا 6 طواجن الفخار الصغيرين، الكيلو كان بيعمل معايا 6. حاولت ان المرة دي بقى مرضتش اجيب لهم الطواجن، جبت لهم ايه العلب دي، قلت ايه اجربها. هي علب شكلها حلو. حاول نعمل اي حاجة عشان ايه نحببهم في حاجات البيت، بيعترضوا طبعا. هيعملوا حوالي 8 بالظبط، لان دي كده 7 ودي واحدة كمان 8. بالظبط. طبعا دي بتبقى حاجة انضف طبعا عن بره، انتوا شايفين. هرصهم في صينية دلوقتي وهدخلهم الفرن، وان شاء الله يعجبكم. ولما يخلص يعني ان شاء الله بسيبه حوالي كده بقى ايه، يعني احنا دلوقتي بالليل هسيبه لبكره الصبح باذن الله، لان الجو شتا. لو في الايام في الصيف يعني بيبقى 4 ساعات كفايه قوي وتشيليه وتحطيه في التلاجة بيكون جامد. ان شاء الله الصبح بشوفه واوريهولكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا حبايبي. دلوقتي برضو انا عايزه اوريكم حاجه انا عملتها، فقلت اما اجربها الاول وبعدين ابقى انزلها لكم فيديو. انا عملت الطحينه في البيت، بس بصراحه حاجه جميله جدا. هوريلكوا كمان القوام بتاعها.
طبعا انتوا عارفين ان رمضان الفول يومي والحاجات دي. بصوا منظر بسيطة وسهلة، ما خدتش اي وقت. انا ده ربع كيلو سمسم ابيض، وعليه كوباية دقيق، وعليه كوباية زيت. حمصت السمسم يعني دفيته كده بس وطحنته، وبعدين الدقيق برضو على النار كده دقيقة، وفي الطاسة برضو دفيته. وبعد ما طحنت السمسم جبت الخلاط وحطيت الزيت وبعدين السمسم، وبعدين بقيت انزل بالدقيق شوية شوية، وخدوا كله ما شاء الله اهو. وشوية زيت يعني شوية ملح معلقة صغيرة، ما شاء الله حاجة جميلة جدا. حاجة بيتي اهي ونضيفة ومش كلفتناش كتير. دي من ضمن تجهيزات رمضان اللي بشغلة فيها وبعملها. طبعا الشربات بتاع الكنافة والقطايف بجهزه من قبلها. جهزت حاجات كتير. طبعا الكفر بتاع البانيه ده بجهزه، لسه عاملاه هوريهولكم. لسه عاملاه برضو. ده عبارة عن بقسماط وكريسبي بس بجيبه بطحنه، وفيجيتار حار، وبقلبه كله على بعضه وبعمله بيبقى جاهز عندي، عشان لما باجي اعمل الحاجة يبقى حاجتي جاهزة اطلعها على طول من التلاجة واستعملها. طبعا الزبدة قطعتها وجهزتها، طماطم جبت طماطم وسبكتها، حاجات كتير حاجات كتير يعني. وكل سنة وانتم طيبين، ويا ريت نذكر بعض باللي يعرف حاجة يقولها. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي انا طلعت الزبادي اهو من الفرن. طبعا هو بات من بالليل، دلوقتي هو جمد اهو. هدخله التلاجة ساعة ولا ساعتين كده، وبعدين بطلعه تاني ان شاء الله اوريهولكم. السلام عليكم حبايبي، من ضمن الحاجات برضو الاساسيات اللي عاملها في رمضان لرمضان بجهزها لرمضان السمبوسه البيتي. زي ما انتم شايفين. بصوا عاملين عامله ازاي، طريه وجميله. ادخلوا هتلاقي الفيديو بتاعها موجود عندي على قناتي، شوفوه ويا ريت تعملوا في البيت حاجه نظيفه والله، وهتوفر معاكم جامد وارخص من بره طبعا، ومش صعبه خالص، وان شاء الله هتعجبكم. ومره في مره هتلاقوا ديكوا خدت عليها مش هيعجبكم. بعدين دي لما بتتقلي بتفضل ناشفه، اللي بره بتبقى طريه شويه وتطرى. فيا ريت تجربوها، هتدخلوا قناتي وهتشوفوها. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. دلوقتي انا الزبادي طلعته اهو زي ما انتم شايفين، عملته. السنه دي عاملاه في علب كده، قلت عشان كانه جاي من بره جاهز. علب شكلها حلو. كل سنه وانتم طيبين. وده كيلو لبن عمل لي الكميه دي ما شاء الله. طبعا حاجه نظيفه في البيت، انضف من بره طبعا. زي ما انتم شايفين الزبادي جامد. كل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم الايام بخير يا رب. ما تنسوش تدخلوا قناتي وتعملوا اشتراك. مطبخ نصر. السلام عليكم.